طفولته وبداياته. ولد إسماعيل ياسين عام 1912 بمدينة السويس. توفيت والدته وهو صغير، وتعرض والده للسجن بسبب تراكم الديون، مما اضطر إسماعيل إلى ترك الدراسة مبكرا والعمل لمساعدة نفسه. قرر أن يترك مدينته ويتجه إلى القاهرة، حاملا معه حلما واحدا: أن يصبح نجما معروفا. بداياته الفنية. في القاهرة عمل في بعض المهن البسيطة حتى التحق بالعمل مع المنشد الشيخ سيد الصفتي، الذي علمه أصول فن المونولوج. امتلك موهبة فريدة في إضحاك الناس بخفة دم طبيعية دون تكلف، مما جعله محبوبا بسرعة. سر نجاحه: تميز إسماعيل ياسين بقدرته الفطرية على إضحاك الجمهور بشكل عفوي، وكأن الضحك كان ينساب من ملامحه وكلماته تلقائيا. بدأ مشواره السينمائي عام 1939، ومنذ ذلك الوقت لمع نجمة في سماء الفن. أفلامه: قدم أكثر من 480 فيلما خلال مسيرته، وهو رقم لم يستطع أحد تجاوزه حتى اليوم. من أشهر أفلامه التي حملت اسمه: إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين في البوليس. غالبا ما كان يجسد شخصية الرجل البسيط الطيب الذي يقع في مواقف كوميدية محرجة. حياته الشخصية وأسراره. رغم شهرته الكبيرة وقدرته على الإضحاك، كان إسماعيل ياسين إنسانا حساسا وحزينا في داخله. تزوج أكثر من مرة، وكانت زوجته الأخيرة أقربهن إليه وساندته حتى وفاته. كان كريما مع الناس، لكنه عاش حياة بسيطة ولم يكن ينفق الكثير على رفاهيته الشخصية. كان وفيا لأصدقائه، ومنهم الفنان الكبير عبد الفتاح القصري الذي وقف بجانبه في محنته. أزماته: مع تغير ذوق الجمهور ودخول أنماط جديدة في السينما المصرية خلال الستينيات، بدأ نجمه يخفت. تعرض لأزمات مالية كبيرة، واضطر إلى بيع جزء كبير من ممتلكاته لتسديد ديونه. عاش في سنواته الأخيرة حياة صعبة، مليئة بالمعاناة. وفاته: رحل عن عالمنا إسماعيل ياسين في يوم 24 مايو 1972 عن عمر ناهز 59 عاما. توفي فقيرا، لكنه ترك إرثا فنيا عظيما، ولا تزال أعماله وبصمته الكوميدية حاضرة في قلوب الملايين حتى اليوم.